لو عايزين تعملوا زي السنو مان الجميل ده تابعونا لحد اخر الفيديو. هنحتاج اول حاجة شراب لونه ابيض عادي جدا، وهنحتاج كمان شراب تاني لونه فيه احمر او اخضر او يعني اي حاجة من الوان الكريسماس. كمان هنحتاج عدس او اي نوع من الحبوب الصغيرة زي الرز او لسان العصفور. كمان انا جبت عينين، دي تقدر تجيبها من المكتبة، وكمان مقص وورقة لونها اورنج، وانا احتاجت اساتك، والمرة دي هنحتاج مسدس الشمع. اول حاجة هجيب الشراب الابيض بتاعي وهفتحه كده واحط ايدي جواه بحيث ان انا اقدر ادخل جواه الحبوب بتاعتي بالشكل ده. انا بحط حبة واحاول انزلهم كويس علشان ما يقعوش، واقدر ادخل الحبة تاني اللي بعدهم. بس كده انا احتاجت 3 كوبايات وده هيبقى شكلهم في الاخر. دلوقتي انا هحتاج اربطه بالاستك بالشكل ده، وكمان هقص باقي الشراب وهيتفضل منها حتة صغيرة بس. انا حبيت اكد عليها تاني فربطتها تاني باستك. دلوقتي بقى انا هحاول احدد الراس والجسم، فجبت استك تاني وربطتها مش كتير لكن مرتين بس، بحيث انها تعمل فرق ما بين الراس وما بين الجسم، وهتبقى شكلها عامل كده. الخطوة بقى اللي بعد كده انا جبت الشراب الملون وهعمل السنو مان، هعمله ايس كاب او طاقية. فانا اخدت اول حتة كده من الشراب اللي هي الحتة المقفولة، وقصيت حتة كده معينة بحيث انها تكفي الايس كاب بتاعه. شفت الاول مقاسها، ودلوقتي هلزقها على السنو مان. ده هيبقى شكلها. انا من نفس الشراب حبيت اعمل لوفر للسنو مان، فقصيت اللي هي الحتة الاخيرة من الشراب، وهجيب الحتة اللي لونها احمر دي او الاستك اللي تحت، هخليه زي ياقة البلوفر بتاعة السنو مان. دلوقتي الحتة اللي فاضلة من تحت دي هجمعها على بعض وهلزقها واحدة واحدة بحيث انها ما تكونش مكلكعة. هيبقى شكله عامل معانا كده. دلوقتي هحتاج الورقة اللي لونها اورنج، وكمان هحتاج العيون. الورقة اللي لونها اورنج انا هستخدمها في ان انا اعمله مناخير، وهلف الورقة كده على شكل كون او مخروط، فهبتدي ألزقهم كده بمسدس الشمع. بلزق العينين الأول، وكمان هلزق دلوقتي المناخير بتاعته بس، وده هيبقى شكله في الآخر ظريف قوي. أنا دلوقتي عايزة أعمل الشراشيب اللي بتبقى فوق الآيس كاب دي، فأنا جبت من الشراب اللي لونه أبيض وقلبته لجوه، كان فيه شوية فرو بسيط كده، فأخدت منه شريطة صغيرة وابتديت ألفها حوالين بعض كده ولزقتها في الآخر، فهتبقى في الآخر شكلها عامل كده. فأنا هلزقها بمسدس الشمع على الآيس كاب. أنا زودت إضافة بسيطة كده، حطيت أحمر خدود أو بلاشر. ممكن ساعتها نخلي ماما تساعدنا إن هي تحط لنا حاجة بسيطة كده تخلي خدوده لونها أحمر علشان يبقى شكله كيوت. أنا هنا كنت عايزة أعمله لبس تاني، فكنت عايزة أعمله سكارف أو كوفية، فقطعت من الشراب التاني زي شريطة كده طويلة علشان ألفها حوالين رقبته. هلزقها وهي كده. انا اتبسطت قوي وانا بلبس سنو مان، بعمل له بلوفر وبعمل له كوفيه. عايزه اقول لكم ان انتوا كمان ممكن تتبسطوا قوي كده، يعني لو عندك هدوم او كوفيه او حتى لعبه عندك خلاص ما بقتش بتلعب بيها، هيبقى جميل قوي لو اديتها الوقت ده لحد محتاج. المشاركه حقيقي بتخلي الواحد مبسوط قوي، تقدر تشارك الحاجات اللي عندك مع اصحابك ومع الناس اللي محتاجه الوقت ده، واوعدك هتتبسط قوي.
بس كده. وده هيبقى شكل السنو مان بتاعنا، جميل قوي وكيوت. وكمان عملنا له كوفية وعملنا له كمان بلوفر. فلو عجبكم السنو مان بتاعنا ما تنسوش تعملوه وتصوروه وتحطوه لنا في الكومنتس. كمان لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وهنشوفكم في الفيديو اللي جاي. يلا باي.